سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم. انا صافا الحمد لله. كيما العاده نرحب بالمشتركات نقول لكم مرحبا بكم، ومشتركات القدم نقول لكم مرحبا بكم للمره الثانيه. دمتم اوفياء للقناه، واللي اول مره تشاهدني تشترك في القناه وتفعل الجرس هكذا باش تلحق كامل جديد ديالي. صح فطوركم ولا صح سحوركم، صديقوا الوقت اللي تكونوا تشوفوا فيه لا فيديو. اليوم جيت نشارك معكم طاولة 10 يوم من رمضان. البارح 9 يوم من رمضان ما صورتش معكم لاني كنت معروضه. اليوم راح نشارك معكم 3 وصفات. طاجين كباب في الفوق، راح نديرو غراتي باذنجان تانيك بزاف بنينه او خفيفه، وراح نديرو دي ميني تارتولات بلي فخوي، راح نديرهم بلا كريم تاع الكريم دي بلومات ونشبعهم بلي بانان. فوالا، اول حاجه راح نبداو بالحاجه حلوه الله يحلي اياماتكم. راح نديرو دي ميني تارتولات بواحد العجينه بزاف خفيفه هايله اقتصاديه وتندار في وقفه، يعني مطولش كامل اليد. نديرو كلش هكذا على ضربه. هنايا في ريسيبيون واش درت كاس ناقص صباع تاع الزيت، يعني كاس اللي تحبوا تعبروا به عادي جدا. ديروا كاس تاع الزيت، يعني كاس ناقص صباع، تقابلها كاس ناقص صباع تاع سكر غلاس. ندير لها 2 مغارف كبار تاع لا مايزينا، حبه تاع البيض، رشه تاع الملح، لافاني، وراح ندير لها نصف كيس من الخميره الكيميائيه ووزن 10 غرام، ونضم اكيد بالفرينه، يعني بات سابلي عادي. وشنو راح نديروها بالزيت ماشي بالزبده. راح نخلط هكذا كامل المكونات مع بعضياتهم بالفوي حتى يمتزجون تخي بيان. هاد لاباط بزاف هايله في لي تارتولات، انا نعتمدها غير هي، لانه ما هي تقعد حتى الغدوه من داك نديرو لهم لايك خام ما يتفتوناش، تقعد شايده روحها كروسيون بزاف هايله. هنا بعد ما امتزجنا كامل المكونات مع بعض راح نبدا نطم فيها بالفرينه. الفرينه هنا كانت عندي ديجا مغربله، دونك سي بور سا راح نديرها كيف كيف ديراكتومون. وهنايا كانت عندي كذلك نصف كيس من الخميره الكيميائيه وزن 10 غرام، تقدروا يعني ما تضيفوهاش كاريمون. فوالا، نزيدوها غير هكذا باش تعاود تجينا شويه تاع هذيك الهشاشه في لاباط ديالنا. فوالا، يعني انا صراحه هذه هي العجينه المعتمده عندي في لي تارتولات سكري. الان راح نطم العجينه هكذا غير ما بين الاصابع حتى نتحصلوا هكذا على بات سابلي، فقط انها بالزيت وتجي بزاف طريه. راح نغلفها هكذا في بابي فيل. فوالا، شوفوا العجينه ديالي كيفاش جايه طريه. فوالا هايليك. الان راح نغطيها بابي فيل، نخليها فقط ترتاح واحد 5 مينوت ولا 10 مينوت هكذا، لو طون لي نجبد ليمول ديالي وندهنهم هكذا بشويه تاع العجينه، يعني نمسحهم كامل. انا هذه الطريقه تاعي في لي فون دو تارت، نمسحهم هكذا بمورسو تاع العجينه، نجوز كامل عليهم. وراح نجبد هذيك العجينه ديالي ونقطعها، سواء تحبوا تفتحوها بغولونت وتحطوها يعني فوق ليمول، سينو ديروا كيما انا هكذا. راح ندير كويرات كامل في شاك وحده ونخدم كل وحده وحدها هذا بهذه الطريقه، يعني نشكلوا الحبات تاع لي ميني تارتولات ديالنا. هكذا يعني القاعده نعبزوها تخي بيان باش ما تنفخوناش، يعني ولا يديرونا هذوك الفقاعات كي ندخلوهم في الفوق. فوالا، ونشكلوا الحواف تاع لي تارتولات، يعني هكذا، يعني حتى نحبوا نوجدوهم يعني الافونس نخدموا هكذا كونتيتي ونخدموا يعني يعني ونجبدوا قيس هذاك النهار. فوالا، هنايا راني نقص فيهم هكذا هنايا في القاعه. كي ندير هذه الطريقه ما يشقاش كامل اني ندير لهم هكذا لوبيا ولا حاجه يعني من البقوليات الجافه باش ما يطلعوش جوست هكذا. وهذا ما كان راح نجوزو ندير واحد لاكخام اللي يجي بزاف هايله. حنا في الكسرونه نديرو كاس تاع الحليب هكذا باش تجي لاكخام تاعنا بنينه. راح بنفس الكاس راح نعمر يعني كاس تاع الماء، هذا الكاس اللي يربد 250 مليلتر من السوائل. هنايا نديروا الماء يعني باش تكون اقتصاديه اكثر وتكون نتنك خفيفه، ونديروا لها كاس الحليب باش تجينا بنينه. راح نزيد معاها 3 مغارف كبار تاع سكر كريستاليزي نورمال. راح ندير معاها 2 مغارف كبار تاع لا مايزينا، يعني هاد لا كريم ندير كريم دبلومات. وراح اول حاجه راح نديرو كريم باتيسير وشنو انا نديرها بلا بيض،
فوالا غير هكذا. وهنايا عندي لا باتاغام الكو تاع لي بانان. فوالا هذا مكان راني راح ندير قطيره هكذا اللي هي ملون ومعطر في نفس الوقت. راح نخلط كامل هكذا المكونات بالفوي باش هذيك المايزينا تتحل، ونحطها فوق النار حتى تثقل لي فوالا وتطيب. فوالا هاي ليك القوام تاع الكريمه ديالي. الان راح نديرها هكذا في ريسيبيون، نفرخها ونغطيها افيك ان بابي فيل اون كونتاكت مع لا كريم باش ما ديرناش هذيك القشره من الفوق. هذا مكان ونخلوها يعني تبرد حتى لو طون اللي حنديرو المونتاج تاع لي فون دو تارت ولا لي تارتولات ديالنا. فوالا اللي ماشي ابوني في الانستغرام تابوني في الانستغرام اللي هو بنفس اسم القناه صفاء كوين دي زد، حتى نفس الصوره كذلك. فوالا راح نغطيها هكذا اون كونتاكت مع لا كريم ونخليها في الفريجيدير تبرد لنا حتى لو طون اللي نبداو نديرو المونتاج ديالنا. فوالا هنا بعد ما بردت تماما، هنا راني ديجا بعد يعني جوست بعد الفطور راهي بدات لي هذيك لا كريم. هنايا كان عندي كاس غرباع ولا كاس ماشي معمر تاع كريم شانتيي. راح نخلط هكذا هاد المكونات هكذا مع بعضياتهم، وهذه هي لا كريم دبلومات اللي هي ان كريم باتيير مع لا شانتيي. سينو اللي دير يعني نيمبورط كال كريم ديرها. انا صراحه في لي تارتولات نحب لي تارت الفخويت كامل، نحب الكريم دبلومات. فوالا راح نخلط هكذا حتى تطلع لنا تخي بيان هذيك الكريمه وتجينا الكريمه بزاف خفيفه. فوالا هاوليك اللي تقدري ديري طابو تخي بيان، يعني انا نحب نحمرهم هكذا. وهنايا راح نبدا يعني درتهم هكذا في ان بوش هذيك لا كريم، وراح نبدا نعمر لي فون دو تارت بهذه الطريقه. تحبوا ديروا لا دويلي تحبوها ديروها، انا درت هذه. وتزيين اكيد راح يكون اختياري، انا راح نزينهم بلي بانان لانه لا كريم درتها الكو تاع لي بانان. هذا مكان. والان راح ندوزو يعني للوصفه الثانيه. راح نديرو معكم غراتا باذنجان بلا فيوند هاشي، تجي بزاف هايله وبنينه. هنايا في مقله واش درت شويه تاع زبده وشويه تاع الزيت. فوالا وراح نبدا نحمس في البصل او دوبي. هنايا يعني انا البصل كما شفتوا يعني الحين نرحي كلش على ضربه. هنايا راح نديرو قيمه هكذا حبه متوسطه تاع البصل، لاني نرحي كامل البصل هكذا على ضربه باش ندير دوزيام بلا وندير هاد لو غاتا تانيت. هكذا نحمس تخي بيا البصل ديالي. الان راح نزيد هكذا كميه تاع لا فيوند هاشي مع هذاك البصل، واحد 250 غرام ولا 300 غرام، يعني كونتيتي غير صغيره ماشي كونتيتي كبيره. وراح نكمل نحمسها مع هذاك البصل. الان واش راح نزيد لها هكذا 2 ولا 3 فصوص تاع الثوم. والتوابل واش راح ندير جوست الفلفل الكحل مع شويه تاع الملح. هذا ما كان يعني نديرو لا فارس كيما نديرو لا فارس تاع البوراك نورمال تاع لا فيوند هاشي. هنايا اللي تحب تزيد لها الفرomاج زيد لها، كيما انا ما نحب نزيد لها والو، جست المعدنوس. وهكذا الحشو ديالي راح يكون واجد. راح نطفي عليه وراح ندوزو نوجدو لاصوص طوماط اللي راح نديروها يعني مع هاد لو كراتا. راح ندير هنايا في مقله شويه تاع الزيت.
راح ندير هنايا الثوم اللي يكون مرحي اكيد، يعني 3 فصوص هكذاك تاع الثوم. راح نزيد عليها يعني معجون طماطم ولا طماطيش تاع المصبعه هكذا. وهنايا انا عندي هاد الدرسه فوالا، يعني هي ماشي حاره بزاف، اللي تحب الحار يعني فلفل، يعني فلفل حلو مطحون فوالا. وشنو ماشي حار بزاف يعني هكذا نحب نديرو في هاد العصاص. راح نحمس هادو كامل مع بعضياتهم. والتوابل واش راح ندير؟ راح ندير فلفل اسود، راح ندير شويه تاع الكمون. لاصوص ما تجي بزاف بنينه يعني كي نديروا لها الكمون. وراح ندير اكيد الملح فوالا. راح نخلط هكذا هاد المكونات مع بعضياتهم. وراح نزيد اكيد السكر، لانه كما شفتوا درنا يعني مغرفه مليحه تاع لا طوماط كونسونطري هكذا، باش ما تجيناش لاصوص تاعنا قارصه بزاف فوالا. راح نخلط هكذا هاد المكونات تخي بيا حتى يتقلوا تخي بيا في هذاك الزيت والثوم. وراح ندير هكذا قيمه واحد الكاس تاع الماء، يعني عندي كاس تاع الماء نورمال من روبيني اللي راح نديرو في هاد لاصوص. وهذا ما كان. وهكذا لاصوص تاعنا تكون واجده، نخليوها جوست ترفدنا الغليه وتتقال شويه. وهذا ما كان. ونجوزو نوجدو لوبرجين تاعنا اللي كنت قطعته هكذا، يعني ما قشرتوش، انا نخليه به بالقشره. نديرلو هكذا قطعته هكذا يعني شرائح طوال اللي يكونوا ماشي رقاق بزاف وماشي خشن هكذا. راح ندير هنايا في بلاطو، راح ندير كميه من الزيت هكذا، يعني انا ما حبيتش اني نقليهم. راح نديرهم في الفوق وشنو ندير لهم كونتيتي هكذا مليحه تاع الزيت باش يعني يطيبونا يعني يتشواو بنان فوالا. راح نطالي هكذا كامل البلاطو ديالي بالزيت. وراح نستف هذوك الشرائح تاع لوبرجين ونجوز عليهم تاني بالان بانسو هكذا من الفوق اللي فيه الزيت اكيد. وندخلوهم في الفوق حتى يتشواو تخي بيان. سينو تحبوا تشويهم هكذا في مقله ولا تحبوا تقليهم كيما تحبوا. انا هكذا باش ما نحبش تجيني بزاف من الدماء، راني راح نشويهم هكذا. وشنو ندير شويه كونتيتي مليحه تاع الزيت. هنايا راح نبدا ندير المونطاج. هذا هو البيغاكس اللي راح ندخل، يعني راح ندير فيه لو غراتا فوالا. هادو هما الحبيبات تاع ولا شرائح تاع الاوبرجين اللي كنا شويناهم ديجا من قبل هكذا. راح نديرو كميه من هذاك لافاكس اللي وجدناها ونلويوها هكذا فوالا. ونحطوها في البيغاكس. راح نديرو الحبه الثانيه هكذا شويه تاع الحشو لداخل. وراح نغطيو عليها هكذا ونغلقوها. وبنفس الطريقه راح نكمل كامل الحبيبات ديالي فوالا. هذيك بعد ما كملت كامل هذيك المونتاج تاع هذاك الاوبرجين اللي كان عندي الان، هذه لافاكس قعدت لي فوالا ما راحش يعني نرميها. راح نديرها في هذيك لاصوص طوماط اللي وجدناها هكذا ونخلطها تخي بيان. ونحطها فوق هذاك الاوبرجين اللي وجدناه هكذا بهذه الطريقه. انا راح ندير لها جوست الفرomاج رابي من الفوق ونخلوها تكراتينا. راح تجي بزاف بنينه هاد لاوسيت ان شاء الله تجربوها.
وندخلوها للفوق، يعني جوست نشوف لنا شويه من هذيك لاصوص. هذا مكان. وراح ندوزو لو بلا ديالنا. راح ندير طاجين الكباب في الفوق، يجي بزاف بنين، غراتيني وندير ان غراتا. وشنو فيه البنه تاع طاجين الكباب. هنايا في طنجره كل معلقه ندير مغرف تاع الزيت وشويه تاع الزبده، وراح ندير لي مورسو تاع البولي اللي عندي. فوالا هكذا. راح نقوي النار ونخليهم يعني يدوا تحميره شابه. فوالا التوابل واش راح ندير. هنا عندي عود تاع القرفه، يعني نحب ندير عود هكذا باش تبقى عندنا المرقه تاعنا بيضاء. لانه راح ندير صوص بلونج بيان سور. طاجين الكباب يجي صوص بلونج. راح ندير شويه تاع الفلفل الاسود، واللي كان عنده فلفل ابيض من الاحسن ندير فلفل ابيض. راح ندير هكذا شويه تاع الكركم باش يمدنا يعني لفائده تاعو صحيه، ويمدنا يعني ان كولور شابه للطاجين. راح نديرو الزنجبيل اكيد، لانه الطاجين تاعنا راح نديروه بالبولي، وكما نعرفوا ان البولي يحب بزاف الزنجبيل. هنايا راني راح ندير يعني مغرفه يعني هكا صغيره ولا نصف ملعقه كبيره تاع لا مايزينا. لا مايزينا راح تمدنا يعني باش تقلنا لاصوص تاعنا وتجينا هكذا ان موس، تجي بزاف خفيفه. وراح نديرو هكذاك حبه كبيره تاع البصل اللي يكون اشيناه، يعني ناشيو تخي بيان في الرقيق باش يجي شباب. هنايا راح ندير لها هذه، راح تمد لها واحد البنه بزاف هايله. راح نديرو لا موتارد. فوالا هكذا نصف ملعقه صغيره تاع لا موتارد، وراح نديرها في طنجره ونحمس كامل هاد الخليط مع بعض، يعني البصل مع البولي مع لي زيبيس مع هذيك المغرفه صغيره تاع لا مايزينا، نصف ملعقه صغيره تاع الموتارد كذلك. راح ندير اكيد الملح، وراح نحمسهم بيان. هنا راح نزيد المعدنوس ونخلي الخليط ديالي يتحمس هكذا في راحته. هنا فوالا بعد ما تحمس لي الان، يعني كما تشوفوا هذاك البصل راهو تعسل لي، البولي تاني كبدا يدخلوا طياب. الان راح نمرق بواحد الكاس ونص هكذاك تاع الماء، حتى 2 كيسان، يعني نمرقوا حتى يتغطى لنا هذاك البولي. انا حنضيف كميه من الحميصه اللي كانت طايبه ديجا من قبل. فوالا ترفد الغليان نغلقوا عليها ونخلوه يتجمر في راحته حتى تبقى لي هذيك العصوص والبولي يطيب لنا بيان سور. هنايا بعد ما يعني راه واجد يعني الطاجين ديالي، هنايا راح نحي هذوك لي مرسو تاع البولي. فوالا ونكونوا ديجا يعني وجدنا البطه يعني نقطعوها كبيره شويه يعني ونقليوها يعني كما البطه تاع الكباب. فوالا هنايا يعني اني قليت البطاطا. فوالا شوفوا الحجم ديالها، يعني نديروها بطاطا اللي تكون كبيره. راح نديرها في المول ولا البيغاكس اللي يدخلنا للفوق. هنايا هاد المرقه يعني ولا هذا هو لاصوص اللي راهي يعني اللي وجدناها. واش راح ندير، راح ننقص شويه تاع انصوص لاصوص وحدها، ونخلي هذاك الخليط تاع الحميصه ونحطوه هكذا فوق طاجين تاع الكباب. بهذه الطريقه نوزع كامل هذيك الحميصه وهذيك لاصوص هكذا في البيغاكس هكذا. وراح نديرو يعني الخليط اللي راح يعقد لنا الطاجين ديالنا. هنا فوالا هنا عندي 2 حبات تاع البيض يكونوا كاملين. هنا عندي شويه من هذاك المرق تاع طاجين الكباب اللي وجدناه، يعني خليناه يعني صفيناه ديجا من قبل. درت له هكذا شويه تاع المعدنوس. تقدروا تضيفوا يعني عصير تاع نصف حبه ليمون. فوالا وهذه هي العقده اللي راح نعقدوا بها طاجين تاع الكباب. راح نجوزو هكذا كامل
فوق هذاك البلاطه وهذاك الخليط هكذا. وراح ندخله يعني للفوق باش يتقغاتينا. الان راح نحط هذوك لي مورسو تاع البولي يعني من الفوق هكذا. وندير لهم هكذا الزبده من الفوق باش تتحمر لنا. وهاي ليك هذا هو الشكل النهائي تاع الطاجين ديالنا اللي جا بزاف هايل. طاجين كباب هكذا في الفوق يجي خفيف بزاف بنين ومعسل. هذه هي لو غاتا اللي وجدناها كيف ماما دارت شوربه فريك ودارت لي سوفلي وانسالاد هكذا تاع الفلفل. وهذه هي الطاوله تاعنا البسيطه تاع 10 يوم من رمضان. ان شاء الله تكون يعني افكار تاع اليوم نالوا اعجابكم، واللي عجبتها لا فيديو دير لي جيم في لا فيديو، واللي مازال ما اشتركش تشترك وتفعل الجرس. فوالا هاي ليك طاوله السهره تاعنا يعني قلب اللوز اللي مكسور اللي دائما هكذا نديروه غير هو افيك ان فلون ولي تارتولات اللي وجدناهم انصامبل. هاي ليك يعني كي لي زينتهم هكذاك بحبه بلي بانان كيما راكم تشوفوا، لانه لا كريم درتها بلي بانان كيما كي لي زينتهم هكذا. الان معليا دمتم في رعاية الله وحفظه. صحة سحوركم والى الملتقى ان شاء الله.